بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا نظم الفيت السير العراقي للحافظ العراقي. ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم الشريفة. نص: محمد مع المقفى أحمد الحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة. شرح: محمد من اسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، واللي سماه جد عبد المطلب رجاء أن يحمده الله في السماء وأهل بيته في الأرض. هو مع المقفى، محمد مع المقفى، المقفى اللي هو التابع للأنبياء. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وكان هو آخرهم. أحمد من اسمه صلى الله عليه وسلم أيضا أحمد. محمد ومحمد وأحمد من أعظم أسمائه صلى الله عليه وسلم وشرها. قال العلماء: ولم يتسمى به أحد قبله، هو أحمد، منذ خلقت الدنيا ولا تسمى به أحد في حياته، وأول من تسمى به والد الخليل بن أحمد الفراهيدي. من اسمه صلى الله عليه وسلم الحاشر يحشر الناس على قدمه، وفي حديث الترمذي: وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي. والعاقب، ومن اسمه صلى الله عليه وسلم العاقب، وهو الذي يخلفه من قبله في الخير. وفي الحديث الشريف: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، حديث رواه الترمذي وغيره. والماحي، ومن اسمه صلى الله عليه وسلم الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الرداء الكفر. وفي الحديث الشريف: وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر أهله، وهو محمول على الأغلب. والحديث رواه البخاري في المناقب. وهو المسمى بنبي الرحمة في صحيح مسلم في الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة، وهو نبي الرحمة، وهو المسمى بنبي التوبة. قال النووي: ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا. وفي الحديث الشريف: استغفر الله في اليوم 70 مرة، الحديث رواه الترمذي في التفسير. وهو المسمى أيضا، وفيه أي في صحيح مسلم أيضا بنبي الملحمة، هي الحرب، ولم يجاهد نبي وأمته وقط ما جاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته. وفي الأرقام سمي بنبي الملاحم لأنه سبب لتلاحمهم واجتماعهم. وفي حديث: وجعل رزقي تحت ظل سيفي تحت ظل رمحي، وكما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد في المسند. وفي رواية النبي المرحمة عن ابن عباس مرفوعا: بعثت مرحمة وملحمة، ولم أبعث تاجرا ولا زراعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو الشيخ في الطبقات وأبو نعيم في الحلية. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومن والاه.